الوسطى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي متابعي قناة، يسعد لي أوقاتكم جميعا. اليوم أكلة كبة معتبرة لأول مرة في يوتيوب، وملونة كمان أحمر وأصفر، والكبة العادية. صلوا وسلموا فينا على رسول الله قبل ما نبلش الفيديو عليه الصلاة والسلام. بدنا اشتراك، بدنا دعم، بدنا مشاركات للفيديوهات مشان الإفادة وكل الناس تستفيد في حال أنتم عملتوا مشاركات. طجوا لنا لايك واسلخوا لنا اشتراك. اللي بيشوف الفيديو وما نوع عمل اشتراك خلونا نبلش على بركة الرحمن. تحياتي للجميع، وبذكركم تابعوني على تيك توك وتابعوني على فيسبوك بنفس الاسم شامل الصمطي. تحياتي للجميع وخلينا نبدأ بركة الرحمن. في عندنا هون كيلو برغل تركي ناعم، وفي عندنا هون ملح، معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل أسود كبير، معلقة كمون كبير. في عندنا معلقة صوص البردقان أو قصنص البردقان، ومعلقة قصنص الورد. هلا حنطلع الكبة لونين. هلا هيك قسمنا كمية الكيلو البرغل لثلاثة. هون راح يكون اللون الأساسي تبع الكبة، وهون اللون الأحمر، وهون اللون الأورنج. هلا راح نضغط هون اللون الأحمر، نحط لها كمون، رشة فلفل أسود. طبعا قسمنا كمية التوابل على تلات على تلت بتلت بتلت. الكيلو قسمناه. وهلا هون القصنص. هون بقى الكبة العادية الطبيعية، اللون العادي. هاي كمون، وهي فلفل أسود، وهي الملح. طبعا بنضيف للكيلو، بنضيف له وقت بعد النقع عند الفرن بنضيف معه بصلة حجم متوسط. وهلا هيك يا جماعة نقعناهم بالمي. شوفوا شلون صارت العجينة. هذا ان شاء الله حيطلع معنا اورنج. وهي عجينة الكبة الحمراء. طبعا لكل تلت حطينا كاسة مي واحدة، كاسة مي شرب واحدة. بنستنى هلا حاليا نستناهم ربع ساعة بعد النعق، وبعدين بنفرمهم على المكنة مع حباشاتهم والبصلة. هيك يا جماعة فرمناهم. طبعا هي الكبة العادية اللون الطبيعي، وجبنا معاهم كيلو لحمة مفرومة. وهي الكبة ان شاء الله راح يطلع لونها اصفر، وهي الكبة اللي راح يطلع لونها احمر. هيك جاهزين يا غوالي. راح نبدأ هلا ان شاء الله نبدأ نشتغل. نفرم هلا 3 بصلات بشكل كبير، بشكل ناعم، مشان الحشوة تبع الكبة ينفرم ناعم تقريبا مثل تبع التبولة. بهذا الشكل ناعم. طبعا 3 بصلات كبار للكيلو بهذا الشكل مشان الحشوة، طبعا مع بقية التوابل. بنحط هون بالمقلاية اللي نعمل فيها الحشوة، بنحط 200 جرام لية مفرومة ناعم مشان ندوبها ونعملها مع اللحمة مشان تنغنغ اللحمة وتسقسق على الحشوة. طبعا هي 100 جرام لية مفرومة ناعم طبعا حطها مجمدة، كانت بالفريزر عندي. على الواحد كيلو لحمة، والواحد كيلو لحمة الحشوة جبناها لواحد كيلو برغل وقسمناها مثل ما شفتوا. هلا حنشغل غاز ونبلش. هيك يا غوالي اللي حطيناها مشان ندوب. شايفين؟ طلع يا سلام. هاي هي النغنغة. هلا بقى شو بننزل عليها اللحمة. هيك صارت جاهزة 100%. هلا هيك كمية البصل تقريبا فرمنا نص كيلو بصل جاهزين. اخر بصلاية هيك. هلا هيك جاهزين. حننزل البصل باللي استسقت واللي دابت. بسم الله.
هلا هيك هوسنا البصلات، وهلا رح نحط البصل مع اللحمه. هلا هيك البصل جاهز بالطنجره، رح نضيف عليه كيلو اللحمه اللي فرمناه مو شايفين. بسم الله. هلا بقى بيتقلب وبيتهوس مع بعضه. بالاضافه رح نحط توابل. طبعا رح نحط بالنسبه للتوابل نبدا بالملح، معلقه ملح، رح نحط معلقه فلفل اسود، رح نحط معلقه كمون، طبعا كلها معلقه صغيره، وبقى بنقلب ونحط كمان معلقه كزبره مطحونه. ولا بنقلب اللحمه مع البصل مشان يستووا ببعضهم. هيك بدأت تاخذ لون، بدأت تتغمس ببعضها، توابل وبصل واللحمه. طبعا بتحبوا لحمه عجل اوكي، بس الاطيب طبعا لحمه الغنم. هلا هيك تقريبا اللحمه مع البصل استوى 50%، لسه ان شاء الله فاضل له دقيقه دقيقتين بيستوى 100%. هيك اللحمه الحشوه تبع الكبه جاهزه يا جماعه بهذا الشكل. هلا بنشيل على جنب وبنحطها بمصفايه مشان تصفي، مو من قيمه مثل ما هي، اهم شيء نحطها بمصفايه تصفي. هلا هيك اللحمه حطيناها بالمصفايه مثل ما شايفين مشان تصفي. طبعا هي ميه اللحمه والبصل لازم تنزل مشان ما تنزعجكم الطبخه. بنكون مجهزين هون شويه مي مشان نبل ايدينا فيها. وهي العجينه جاهزه مثل ما شايفين. خلينا نبلش على بركه الرحمن. هلا بلشنا يا جماعه بمرحله الدعك. تحط شويه مي نطري العجينه. طبعا هلا حنبدا باللون الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بنضل بندعك هيك لحتى العجينه تشبك مع بعضها وتصير شغله مدلله. واهم شغله يا جماعه انتم عم تشتغلوا خاصه بموسم العنب، بيكون في عندك مجهزين شويه عنب مشان هيك واحد ريقه ما ينشف. شايفين يا جماعه شلون بصير العجينه؟ طريقه المي بخ. هلا بتمسك شغله مدلله وعلى الرايق. شايفين لي على هاللون وعلى هالقوام؟ لك بحياة امكم مو الله يعطيني العافيه. شايفين؟ هيك جاهزه. هلا هيك يا جماعه بلشنا بالعجينه اللي لونها صفرة. بسم الله. نفس طريقه ونفس الدعك تبع العجينه الحمراء مثل ما شفنا. بنطريها بشويه مي. مدة العجين بتضلوا عم تعجنوه هيك وبتضطروا لحتى تمسك بهذا القوام لمدة 4 دقائق 5 دقائق. شايفين؟ لتصير هيك. وهي العجينة العادية الطبيعية كمان بنطريها نفس الشيء بشوية مي وبندعكها لمدة 4 دقائق. طبعا بنحط عليها مرتين يعني حسب انتو ما توصلوا للقوام المطلوب. هيك وصلنا لهذا القوام نفس القوام اللي قبله. في عنا هيك صارت ثلاث عجينات. هاي العادية وهي الحمراء وهي الأورنج على بركة الرحمن. وأهم شيء يا جماعة بموسم العنب يكون جنبك شوية عنب مشان تطري بالعومة قد ما عم تشتغل. الله يحييكم جميعا. هلا راح نبلش بالحشوة العادية. طبعا راح نعمل الكبة ميني أصغر قياس. هي أصغر قياس بتشتغل للمطاعم وبتشتغل للبيت. اهم شيء القشره تكون رقيقه. دعمها معلش ما بيأثر. بهذا الشكل مثل ما شايفين. طلعت عنا حبه كبه صغيره وبيبي ورايقه. وهلا بلشنا بالحمراء. شايفين؟ شغله مدلله وشغله ابراتب. راح تدعوا لي عليها. شايفين ورق. شايفين على قوام الكبه؟ العجينه تبعها لازم تكون رقيقه يعني بحيث اذا حطيتها على الضوء تبين معكم. تمام؟ شايفين؟ رقيقة. هي ست البيت اللي حابب تنزل صنف جديد مثلا بالبيت، لون مميز وطعمة مميزة،
او الشيف اللي تبع المطبخ، بوفيه مفتوح، يعني هدول القصص كله ان شاء الله بيدعي لي. بهذا الشكل طبعا بتعمل لها هيك نبوزتين، تطلع مثل البرد مثل الليمون البلدي شكلها. هلا هيك بدأت الكبة تكون جاهزة بهذا الشكل، بس الحبل على الجرار بإذن الله. شايفين هذا المنظر؟ وهي عم بعمل لكم وحدة جامبو بالحجم العائلي، هي لإلي مو لإلكم. هلا تعباية الجامبو، هي الجامبو هي بتكفي شخصين. هي يعني هي حنعمل الام واولادها. هي الام اللي بايدنا، هلا بتشوفوا الاولاد. اهم شيء البسبوزه يا جماعه، اهم شيء البسبوزه. هي حباشه حطها جنب اولادها. هلا شايفين الفرق؟ هاي الكبة هلا يا جماعة جاهزة للقلي. شايفين 3 ألوان. وهاي الماما. هلا جهزنا الزيت طبعا على الغاز المنزلي. طبعا بالمطعم يفضل درجة الحرارة 220. هيك الزيت نظيف وجاهز مستنيين اللحمة. هلا رح نبلش بقى بمرحلة القلي. بسم الله. يا عين شايفين شلون بخلال 10 ثواني لازم الكبة تطلع، حبة الكبة تطلع لفوق، مو بخلال ثانيتين، لأنه إذا طلعت بخلال ثانيتين معناتها الزيت حامي وبعدين بيطلع شكله مو حلو وبيطلع شكله مبرغل قاسي. بدها 10 ثواني لحتى الكبة تطلع لفوق، مو أكتر. هلا هيك صار لما تصلى بالزيت الكبة شي حوالي دقيقتين. تمام. قلبوها مشان يعني تستوى من كل الجوانب كل الجهات، مشان كمان اهم شيء تستوى من جوا كمان، من جوا ومن برا. الله يبارك لنا بهالشغل. لازم يطلعوا لون واحد وتحصل على اللون الذهبي اللي انت بدك اياه وعم تدور عليه وعم تشوفه بالمسلسلات وعم تشوفه بالفيديوهات. هذا الفيديو ان شاء الله راح يعطيك طلبك. هلا بلشنا بالكبة الحمراء. بسم الله. شايفين شغله مدلله وعلى الرايق، وان شاء الله راح تدعوا لي عليها باذن الله. هلا هيك بنقلب. شايفين شغله مدلله وعلى الرايق. هذا الكلام اللي عليه علامات. هي اول كبه بكل تاريخ اليوتيوب تنزل بهذا الشكل وبهذا اللون. لسنا الوحيدين لكننا باذن الله الافضل، وبدليل المحتوى الموجود في القناه. وهي الكبه اللون مثل ما قلنا لكم اصفر. شايفين على هاللون شلون طلعت؟ شغله مدلله وعلى الرايق. شوفوا شوفوا رفق، شوف كبه الشاميه الاصليه. للجميع هيك اكله كبه صارت جاهزه ومنغنغه على الاخر. شوفوا لي الامايه هي. شايفين على الامايه شغله مدلله ولحمه بلديه وشغله رايقه. اما بنجي على هدول، هاي الميني تمسكوها هيك تفتحها بسم الله، طلع لنا المنظر الخرافي هذا. دوق دوق. شغله مدلله، شغله مدلله وعلى الرايق. وهي الحمرا كمان نفس الترتيب. بسم الله. شايفين على اللون، شايفين على الترتيب. اتحدى اليوتيوب من يوم اللي تاسس اليوتيوب لا لحظة، دق لي هي، دق لي هي، دق لي هي. واو شو رايك؟ واو شغله مدلله وعلى الرايق من عند الشيف شام الحصن. الله يبارك لك. هيك احبابي وصلنا لنهايه الفيديو. كان معكم الشيف شامل. لا تنسوا الاشتراك بالقناه والصلاه والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.